هو ايه اللي ممكن يخليك تختار انك تاكل حته مارشميلو واحده دلوقتي بدل ما تستنى 5 دقايق وتاخد 2؟ سؤال غريب صح؟ بس اجابته بالظبط هي ممكن تكون السبب انك لسه ما خلصتش التقرير اللي وراه، او لسه ما بداتش الجيم اللي بتحلف عليه من شهور. في اواخر الستينات باحث اسمه والتر ميتشل قرر يعمل تجربه مجنونه شويه في جامعه ستانفورد. جابوا شويه اطفال صغيرين 4 أو 5 سنين، قعدوا كل طفل فيهم في اوضه لوحده وحطوا قدامه طبق فيه حته مارشميلو واحده بس، وقالوا له كلام بسيط جدا: انا هسيبك واخرج، لو قدرت ما تاكلش حته المارشميلو دي لحد ما ارجع هديك حته تانيه مكافاه، لكن لو اكلتها خلاص مفيش غيرها. وقفلوا الباب. تخيل معايا المنظر: طفل لوحده مع اعظم اغراء في تاريخه. الكاميرات صورت ردود افعالهم، اللي قعد يشمها واللي حضنها واللي غطى عينيه عشان ما يشوفهاش، وطبعا اللي ما قدرش يقاوم وراح واكلها في اول دقيقه. الصراع اللي كان داير جوه دماغ العيال الصغيره دي هو بالظبط الصراع اللي بيحصل جواك كل يوم، وده اسمه بروكراستينيشن سايكولوجي، سيكولوجيه التسويف. بص يا بومبو، الحوار كله ان مخك ده عامل زي طفل عنده 4 سنين طماع وعايز يفرح دلوقتي حالا، مش شايف غير اللذه اللحظيه اللي قدامه. في جوانا معركه شغاله 24 ساعه ما بين نسختين منك، انت بتاع دلوقتي او انت بتاع المستقبل. بتاع دلوقتي ده كل همه يفرح، يفتح الفيسبوك، يقلب شويه على التيك توك، يفتح مسلسل، ياكل حاجه مسكره. اما بقى بتاع المستقبل ده اللي هيستفيد من الشغل اللي هيخلص، او من الجسم الرياضي لما يروح يلعب جيم، او الفلوس اللي هيحوشها. المشكله ان بتاع دلوقتي هو اللي سايق وصوته اعلى بكتير. عشان كده تاسكايه مهمه ممله دلوقتي بس نتيجتها حلوه بعد اسبوع بتخسرها مقابل 5 دقايق تسليه على تيك توك. مخك بيعمل ديسكاونت ضخم على اي مكافاه بعيده. الموضوع ده بيتصاعد وبيتحول للكارثه من غير ما تحس. بيبدأ بتأجيل تقرير صغير في الشغل، فجأة تلاقي نفسك بتأجل قرار مهم في حياتك، بتأجل رد على رسالة مهمة، بتأجل مواجهة في مشكلة عائلية، لحد ما حياتك كلها تبقى عبارة عن بكرة هعمل، بعدين ابقى اشوف. بتبقى عايش في حالة ستريس دايم، لأن عقلك الباطن عارف ان وراك مصايب بس انت بتلهيه بمسكنات مؤقتة. الكلام ده مش من عندي. جيمس كلير في كتابه اتوميك هابتس قال ان مكافأة العادة السيئة فورية لكن عقابها متأخر، ومكافأة العادة كويسة متأخرة لكن ألمها فوري. يعني السيجارة متعتها لحظية، وسرطان الرئة ده قصة بعيدة، والجيم قلبه دلوقتي، إنما الجسم المشدود ده حلم لسه بدري عليه. يعني من الآخر احنا بنقع في فخاخ بننصبها لنفسنا. هتقول لي طب ما أنا بعمل كده عادي يا سيدي، وكل الناس بتعمل كده، بس الفرق في اللي بينجح واللي بيفضل مكانه هو اللي فهم اللعبة دي. واحد زي بيرس ستيل، وده يعتبر الأب الروحي لأبحاث التسويف، عمل معادلة رياضية كاملة للموضوع ده، وأثبت إن كل ما المهمة كانت بعيدة أو مملة كل ما قوة إرادتنا قصادها بتقل للصفر. الكارثة إن التسويف بيخليك تكره نفسك بالبطيء. كل مرة بتأجل فيها حاجة أنت بتبعت رسالة لعقلك الباطن بتقول أنا مش قد المسؤولية، أنا شخص فاشل. ومع الوقت ثقتك في نفسك بتتهز وبتبدأ تشوف نفسك كسلان، ومع إن المشكلة الحقيقية مش فيك، المشكلة في الطريقة اللي بتحاول تتعامل فيها مع مخك. طب والحل يا بومب؟ الحل مش في قوة الإرادة الخارقة، الحل بس إنك تضحك على مخك. هديك أداتين من صندوق الأدوات النفسي بتاعي. الأداة الأولى اسمها قاعدة الدقيقتين. أي مهمة في حياتك هتاخد أقل من دقيقتين عشان تتعمل، اعملها فورا من غير تأجيل. عايز ترد على إيميل لو هياخد دقيقة اعمله. عايز تحط الهدوم في الغسالة اعملها. عايز ترد على رسالة سريعة رد. الحركة دي بتكسر حاجز البدء وبتبني المومنتم اللي بيخليك تكمل. طب والأداة التانية؟ بريك داون ذا مونستر، جزء الوحش. مخك بيخاف من المهام الكبيرة. لما بتقول أنا عايز أكتب تقرير 20 صفحة وهسلمه في أسبوع، مخك بيقول لنفسك لسه بدري يا عم، افتح انستجرام ولا اتفرج لك على فيلم ولا شوف تيك توك، لسه بدري يا عم على المشروع ده. قول لنفسك انا هفتح ملف وورد او هقرا اول فقره من المصدر بس. خلي اول خطوه تافهه لدرجه انك تحس بالسخافه لو انت ما عملتهاش. اول ما تبدا صدقني الوحش ده شكله بيتغير خالص. يعني مثلا بدل ما تقول انا لازم انظف الشقه كلها، قول بس انا هشيل الكوبايات من على الترابيزه. وبدل ما اقول انا لازم ابدا دايت، قول انا هشرب كوبايه ميه زياده النهارده. الغريبه ان الناس المنتجه مش هم اللي عندهم عزيمه من حديد، هم بس قدروا يفهموا ان مخهم طفل صغير، عرفوا ازاي يخلوه يمشي معاهم خطوه بخطوه. بس خد بالك بقى من صاحبك اللي قرر يطبق البريك داون ذا مونستر ده على نزول الجيم مثلا، فبدأ يقسمها مراحل. هحضر الشنطة النهاردة، بعدين هلبس الهدوم، بعد كده هنزل السلم. الحمد لله هو لسه لحد النهاردة قاعد على الكنبة بيقسم فيها.